طيب يعني دي ده نهائي الدوره، دوره بنك مصر لمراكز الشباب، واعتقد انه دي شارك فيها 6000 واحد لاعب واداري، وانا رايي انه من اهم الانشطه اللي احنا بنعملها، لانه انت ده بتدي فرصه حتى شباب مراكز الشباب وكده، انهم اولا بيجوا في اماكن مدن شبابيه زي دي، بيبقوا على البحر بيصيفوا، بيقدروا ينطلقوا مع زمايلهم، وفي نفس الوقت بيلعبوا، وفي طبعا جوائز وحاجات محترمه. على الجانب الاخر ده النشاط الرياضي اللي انت بتحاول تعمله، انا رايي ده رائع، وممكن تسالوا اللعيبه نفسهم هل هم مبسوطين ولا لا، الناس اللي بتلعب. وانا رايي ان السؤال هنا يبقى في محله، لو سالنا الناس هل مبسوطين بالبطوله، مبسوطين بالجوائز، مبسوطين بالاقامه، بالتفاصيل، في رايي الاسئله للشباب بيكون افضل. على المستوى الثاني احنا عندنا يوم الجمعه ان شاء الله افتتاح المؤتمر شباب الاحزاب والحركات السياسيه، وبشارك فيه اكثر من 26 حزب وحركه سياسيه. في رايي ان شاء الله يبقى بدايه كويسه لخلق علاقه جديده مع بين وزاره الشباب وبين الشباب المصري. رؤية حضرتك عن الشباب اليوم؟ لان الشباب هو العمود الفقري لكل تغيير اللي بيحصل في المجتمع، فده انا رايي شيء مهم جدا، ومهم التواصل معه، ومهم انك تخلق علاقه جديده مع الشباب، وكل واحد يشعر انه بقى في وزاره بتاعته. كل شاب في مصر مفترض يشعر انه في وزاره بتاعته، فده مهم جدا. اهم الدعوم التي قدمتها وزاره الدوله للشباب لانشاء هذا الدوري ده بالتعاون مع بنك مصر. احنا كل المدن الشبابيه اللي كانوا موجودين في حوالي 5 مدن شبابيه ومركزين للتعليم المدني، الاقصر، بورسعيد، هنا في الاسكندريه، في الفيوم، في مركز التعليم المدني في الجزيره. فلا طبعا كان دعم كبير من وزاره الشباب ومن بنك مصر، واعتقد ان البطوله اتت ثمارها. بقول لك اكثر من 6000 لاعب، فشيء رائع جدا.